فيلمنا بيبدأ مع لين واللي بيكون ضابط عمليات خاصة، وبتجيله مكالمة من دكتور بيتر المسؤول عن حالة بنته شيشي، وبيبلغه بانها تعبانة وحالتها بتتدهور، وده بالسبب ان في خلايا سرطانية بتظهر في جسمها. وبيقول لين لبيتر يحاول ينقذها على قد ما يقدر وهو هيروح له، وبيجري لين بالعربية علشان يلحق شيشي. وبتجيله مكالمة من سوزان وهو في الطريق للمستشفى، واللي بتكون معاه في نفس فريق العمليات، وبتقول له ان الراجل اللي مكلفين بحمايته في خطر، وده بعد ما بيتقطع الاتصال بينه وبينهم، وانها خايفه يكون اتكشف. وبنعرف انه يبقى دكتور جايمس واللي بيكون خبير في علم الوراثه. وبنعرف من سوزان ان جايمس كان شغال في السر تبع اكبر تاجر كيماويات في المدينه، وكان بيطور اسلحه كيميائيه من غير ما حد يعرف. ومن اسبوع الروبوت اللي اخترعه خلص على كل اللي في المختبر، وتاجر الكيماويات معاهم، والروبوت استولى على كل حاجه. وبنشوف جايمس بيحقن نفسه بمحلول من اختراعه، وبيبقى شبه غايب عن الوعي. وبتقفل سوزان المكالمة، وبيتصل مدير لين بي وبيبلغه انه لازم يتحرك مع سوزان وباقي الفريق علشان ياخدوا جايمس ويأمنوه. وبنشوف لين بيعيط عشان ما بيقدرش يزور بنته بسبب مهمته. وبتدخل القوات ومعاهم سوزان ولين، وبياخدوا جايمس وبيخرجوا من بيته. وبتيجي رسالة على تليفون لين ان شيشي ماتت، وبتنزل القوات من البيت وبتنفجر عربيتهم فجأة، وبيحصل هجوم عليهم من اندري وفريقه واللي بيكون روبوت حيوي جايمس صنعه. وبنشوف عدد كبير من قوات لين بيتصابوا، وبيطلب لين من سوزان تاخد جايمس ويروحوا على العربيه، وهو هيتكلف بتشتيت اندري وفريقه. وبيضرب اندري نار عليهم، ما بيقدروش يهربوا. وبتحاول سوزان تهرب مع جايمس، ولكن بيوقفهم اندري وبتهجم سوزان عليه، لكن ما بتقدرش تقاومه. وبنشوف جايمس وهو ماسك صندوق القلب الميكانيكي واللي بيكون من اختراعه، وبيطلب اندري الصندوق منه لكن ما بيرضاش يديهوله. وبنشوف اندري بيتخبط بعربيه واللي بيكون سايقها لين، وبيدخل بيه في براميل غاز، وبيفتكر انه خلص عليه. وبيفوق اندري تاني وبيزق عربيه لين واللي بيكون مش قادر يقاومه بسبب قوته الآلية، وبيحاول يضرب عليه نار من مسدسه لكنه ما بيتأثرش، وبيضرب طلقه في براميل الغاز وبتنفجر في اندري. وبنروح بالزمن ل 13 سنه قدام، وبنشوف ريك واللي بيكون كاتب روايات، وبيطلع في وسائل الاعلام بعد ما بتنجح رواياته الاخيره بعنوان فولاذ نازف. وبنشوف ليسون بياخد بيانات خاصة من جهاز ريك وبيحطها على فلاشته. وبنشوف إنسانة آلية من تصنيع أندري بتخلص على حراس بيت ريك مع رجالتها. وبيلاحظ ليسون صوت بره البيت، وبيعرف إن في حد هيدخل عليه، وبتحمل كل البيانات لفلاشته وبيستخبى عشان محدش يشوفه. وبتفوق الآلية ريك وبتسأله عن المعلومات اللي في رواياته الجديدة، بيقول لها إن كل اللي في الرواية من تأليفه. وبتفتش رجالة الآلية في البيت عشان لو حد موجود، وبيقتحم حرامي بيت ريك من الشباك وبيخلص على رجالة الآلية. وبنشوف ليسون مستخبي وخايف يموت، وبتحاول الآلية تخلص على الحرامي لكنها بتفشل. وبيسأل الحرامي ريك عن أحداث الرواية، وبيشاور له ريك على كتاب عنده بيقول له إن كل حاجة مكتوبة فيه. وبياخد الحرامي الكتاب وبيهرب، وما بتقدرش الآلية تحصله. وبتهجم الشرطة على بيت ريك، وبيقدر ليسون يتنكر ويهرب منهم على بيته. بنشوف الحرامي بعد ما خد الكتاب، وبنعرف إنه لين الضابط، وبنعرف إن ريك مات، وبنعرف إن الشرطة بتحقق في الموضوع، وبيعتبروا ليسون مشتبه فيه علشان نزل من بيت ريك متنكر وقت وجودهم هناك. وبنشوف اندري وجنبه الآلية، وبتديله فلاشة بكاميرا المراقبة لبيت ريك. وبيعرف ان الحرامي اللي خد الكتاب يبقى لين، وبيقول لها ان المرة الجاية مش هيسامحها لو ما جابتش سر الرواية وخلصت عليه. وبنروح لليسون في بيته بعد ما اخد البيانات، وبيلاقي عليها صورة لبنت اسمها نانسي، واللي بتكون واحدة من طلاب معهد التكنولوجيا في سيدني. بنروح لنانسي واللي بتتمشى في المعهد ورايحة تاخد وجبتها من الكافيتيريا. وبنشوف ليسون بيراقبها، وبنشوف لين وهو واقف مع طباخين الكافيتيريا وعينه على نانسي. وبنشوف نانسي نايمة في اوضتها، وبتفوق على كابوس في اندري، وبتهديها صاحبتها وبتشربها ميه. وبتقول لها نانسي انها مش كويسة من ساعة ما غيرت الدكتورة بتاعتها. وبتقول لها صاحبتها ان اللي بتروح لها دي دجالة مش دكتورة، وعمرها ما هتبطل تحلم بكوابيس غير لما تبطل تروح لها وتشوف دكتورة حقيقية تعالجها. بتروح نانسي تاني يوم للدكتورة اللي بتعالجها، واللي بتكون في مكان مشبوه ومليان جرايم، وبيبان ان في حد مراقبها. وبتدخل لها نانسي وبتكون ساحرة ومش دكتورة زي ما صاحبتها قالت لها. وبتقول لها نانسي انها لسه لحد دلوقتي بتحلم بكوابيس، وبتحس انها بني ادم تاني جوه الكابوس. وبتقول لها الساحرة ان ده بسبب التوتر اللي هي فيه، وان العلاج بياخد وقت طويل. بتقول لها نانسي انها حاسة كل اللي في الكابوس حقيقي، وانها شافت اللي فيه قبل كده في حياتها. وبتحس ان هم بيرشدوها لحاجة من خلال الكابوس. بنشوف مساعد الساحرة
وهو بيراقب اللي بيحصل لنانسي من كاميرات المراقبة اللي في المكان، وبتنومها الساحرة تنويم مغناطيسي، وبيجي في دماغ نانسي اللي حصل لأندري وازاي يتحول لروبوت حيوي، وبتديها الساحرة حقنة تفوقها علشان ما يحصلهاش حاجة، وبتقول لها ان جواها روح بني ادم تاني وعلاجها هيكون فوق طاقتها، وبتنصحها تروح لخبير احسن منها، وبتديها ورقة مكتوب فيها الميعاد والمكان واللي بيكون في اليوم اللي بعده. بتخرج نانسي من عند الساحرة وبيقابلها شباب وعايز يتهجموا عليها، وبتضرب نانسي واحد فيهم وبتجري علشان ما يلحقوهاش، وبيتلموا كلهم عليها، وبيظهر ليسون بيضرب واحد فيهم وبيلهيهم عنها عشان يخليها تهرب، وبيتلموا الشباب عليه وبيضربوه، لكن نانسي ما بتهربش وبترش سبراي على عينيهم وبتاخده وبيهربوا، وبيحبسوا الشباب في مكانهم، وبيقول لها ليسون انها بتاعه مشاكل وكل ما يشوفها يلاقيها بتتخانق، فبتسيب نانسي وبتمشي، وبيجري وراها ليسون وبيطلب منها تتعشى معاه النهارده، وبتقول له نانسي ان لو راقبها تاني هتعمل فيه زي ما عملت في الشباب اللي حاولوا يتهجموا عليها، وبتسيب نانسي وبتمشي. وبنعرف ان ليسون خد الورقه اللي فيها ميعاد ومكان الخبير منها لما كانوا بيحبسوا الشباب، وبتروح نانسي للخبير اللي الساحره قالت لها عليه، وبتلاقي ليسون مستنيها في نفس المكان، وبتسيبه نانسي وبتحاول تدور على الخبير، وبتطلع نانسي على المسرح وبتشوف الخبير بيناديها، وبيدخل ليسون غرفه التحكم بتاعه المسرح وبيشوفها وهي داخله للخبير، وبيطلب الخبير منها تقعد على الكرسي، وبيدخلها في حاله نوم مغناطيسي، وبيقول لها ان عنده علاجها، وبتفتكر نانسي نفسها وهي صغيره وقاعده مع ابوها في المستشفى، وبيقتحم رجاله اندري المسرح والآلية بتاعته، وبيقول ليسون لكل الجمهور في مكبر الصوت ان هم لازم يخرجوا حالا عشان محدش يتأذي، وبتهجم الآلية على الخبير وبتخلص عليه، وبيدخل لين في لبس الحرامي تاني، وبيحاولوا رجاله اندري يوقفوه لكنهم ما بيقدروش، وبيشيل واحد منهم قناع لين، وبتشوف الآلية وليسون، وبتأمر الآلية رجالتها يخلصوا على لين، وبتاخد نانسي وبتهرب، وبيخلص لين على كل رجالتها وبيبلغوا ليسون ان نانسي في الدور الثاني، وبنشوف نانسي وهي لسه نايمه مغناطيسيا ومع الآلية، وبيوقفها لين عشان ما تهربش بيها، وبيقول لها انه عايز بنته. بنعرف ان نانسي تبقى هي شيشي بنته، وبيروح ليسون الدور الثاني وبياخد نانسي، وبيطلع لين على سطح المبنى عشان يشوف ليسون هياخدها فين، وبتروح ورا الآلية علشان تخلص عليه، وبيحاولوا هما الاتنين يوقعوا بعض، ولكن بتقدر الآلية توقع لين، بيقع لين على شمسية وبينزل للأرض من غير ما يحصل له حاجة، وبيحاول يدور على ليسون وبيلاقي ليسون على مركب وبيهرب بنانسي، فبيشاور له لين عشان يجيله، وبيقدر يهرب قبل ما توصله الآلية، وبيروحوا لبيت لين اللي بيكون شايل نانسي ورايح بيها لأوضته، وبيحطها لين على السرير، وبيخرجوا بره الأوضة، وبنشوف لين رابط ليسون وبيوديه في مخبأ سري في البيت، وبينزلوا للمخبأ، وبيتصدم ليسون لما بيشوف كمية الأسلحة اللي فيه، وبيربطوا لين في جهاز رياضي وبيسألوا عن السبب اللي خلاه يراقب نانسي، فبيقول له ليسون ان نانسي تبقى صاحبته في المعهد، وبيكشف لين وبيقول له انه بيكذب لانه مش طالب في المعهد اللي هي فيه، وبيعرف ان هو اللي كان في بيت ريك لما كان متنكر في لبس ست، وبيقول له ليسون ان كل ده ملوش علاقة بنانسي، وبيقول له لين انه حرامي واستحالة يثق فيه، وبيقول له ليسون انه شاف صور كتير لنانسي في بيانات ريك بعد ما سرقها من شقته، وده اللي اثار فضول جواه وخلاه يراقبها، وبيشوف نانسي وهي بتهرب من اوضته وبتخرج من البيت، وبنعرف انها عاشت بسبب القلب الميكانيكي اللي حطه دكتور جايمس ليها، واللي فيه كل الجينات بتاعته والخلايا المتجددة اللي اخترعها، وده اللي بيخليها تعيش ذكرياته لما اخترع اندري، وبيدي لين مفتاح قفل ليسون ليه، وبيقول له لما يخرج من المكان يبعد عن نانسي علشان ما يتأذيش منه، وبيعرف لين مكان اندري وبيقرر يسافر له في مدينة كاسنجن، وبيوصل لين هناك وبنشوف سوزان مستنياه في المطار، وبنشوف نانسي في بيت جايمس وبتطلع بمفتاح خزنته بسبب ذكرياته اللي معاها، وبتفتكر نانسي كل اللي عمله جايمس، وبتعرف ان الراجل اللي كان بيدافع عنها لما اتخانقت في الكلية ده يبقى ابوها لين، وهو اللي طلب من جايمس يركب لها القلب الميكانيكي وحط ذكرياته فيه عشان محدش يسرقها ويعرف ايه اللي عمله، وبتهجم عليها الآلية وبتخطفها بعد ما بتاخد مفتاح خزنة جايمس منها، وبيتحرك لين على بيت جايمس وبيلاقي نانسي مخطوفة من الآلية، وبيجري وراها ولكن ما بيلحقهاش، وبتروح الآلية للبنك اللي فيه خزنة جايمس، وبيوصل لها موظف البنك للخزنة بعد ما بيعرف مكانها من رقم المفتاح، وبتروح الآلية ورجالتها لمكان الخزنة، وبنلاقي كاميرا موجودة جواها، وبنلاقي
الموظف بيحبسها وبيطلع واحد من قوات سوزان، وبنشوف لين بيوصل لمكان البنك مع ليسون بعد ما فك نفسه، وبتحاول الآلية تخرج ولكن بيشتغل غاز مخدر في الخزنة وبتفقد وعيها، وبياخد الموظف الكاميرا وبيديها لسوزان، وبنشوف فيها جينات تجدد الخلايا اللي اخترعها جيمس واللي بنعرف انه استخرجها من نجمة البحر. وبتتنكر سوزان ولين وليسون في لبس الآلية ورجالتها وبيقدروا يدخلوا معمل أندري، وبنشوف أندري رابط نانسي وموصل محلول بينه وبينها علشان ياخد دمها المتجدد ويبقى أقوى أكتر من الأول. وبتدخل سوزان واللي معاها للمعمل وبيشوفوا نانسي مربوطة لكن بيكون قدامها باب شفاف ما بيقدروش يدخلوه، وبيخلصوا على كل دكاترة المعمل ورجالة أندري، وبيقلق أندري بيقوم لهم وبنلاقي محدش فيهم قادر عليه. وبنشوف عملية نقل الدم بتتعكس لنانسي بدل أندري، وده لأنه فك تواصل المحلول لما قام عشان يخلص من القوات. وبتقوم نانسي بكل قوتها وبتقدر تخلص من أندري معاهم، وبيخرجوا كلهم من المكان ما عدا ليسون عشان ما بيقدرش يخرج معاهم بعد ما بينفجر المعمل. وبنشوفهم خرجوا في آخر لحظة قبل ما المعمل ينفجر، وبتنط سوزان ونانسي من الطيارة اللي وصلوا بيها للمعمل، وبيظهر أندري تاني وبيحاول يخنق لين لكنه بيقدر يخلص منه وبيهبط من الطيارة، ولكن سوزان بتلحقه وبتفتح الباراشوت اللي ماسكة فيه نانسي وبينزل عليه قبل ما يقع في البحر. وبنشوف لين في الملاهي مع سوزان ونانسي بعد اللي حصل معاه، وبتروح نانسي تشتري آيس كريم وبتقعد سوزان مع لين وبتقول له سوزان ان ليسون يبقى ابن التاجر اللي أندري خلص عليه واسمه الحقيقي يبقى تشوي مش ليسون، وكل اللي عمله مع نانسي كان غرضه انه ينتقم لأبوه. وبنعرف ان ليسون بقى تاجر أسلحة كبير زي أبوه في روسيا ومبسوط زي لين بعد ما خدوا حقهم من أندري.